يعني هذا المؤتمر للتسليط الضوء على الدمار الذي خلفه الاحتلال من خلال يومين من التصعيد، والذي أدى إلى تدمير 100 وحدة سكنية بشكل كامل و30 وحدة سكنية بشكل جزئي بل غير صالح للسكن، بالإضافة إلى 700 وحدة سكنية بشكل يعني جزئي ما بين طفيف ومتوسط وبليغ. أيضا للتسليط على مدى يعني الضرر الذي حصل في البيوت المدنية. يعني كما معروف هذه أبراج كلها أبراج سكنية، هي ليست أهداف عسكرية وإنما هي أهداف مدنية. أيضا للتسليط على جهود الوزارة في يعني جهودها لمساعدة المواطنين الذين تضررت بيوتهم بشكل كامل وبشكل جزئي، وحيث بدأنا بعملية حصر الأضرار. الآن احنا بدأنا بالتواصل مع الجهات المانحة لتوفير يعني بدل إيجار لهؤلاء المواطنين، بالإضافة لتوفير يعني مساعدات عاجلة. أيضا إن شاء الله يعني تواصلنا مع العديد من الجهات الدولية للبحث عن اللي هي مبالغ لإعادة إعمار هذه البيوت، ونأمل إن شاء الله في القريب العاجل أن تعود هذه البيوت أفضل مما كانت عليه. نعم، سوف يتم اللي هي دفع $1000 كمساعدة عاجلة للأسر التي هدمت بيوتها بشكل كامل، وأيضا للذين يعني كانت بيوتهم دمرت بشكل بليغ غير صالح للسكن.